سيرم ذا أوردينري الأحمر اللي كتير اشتكوا منه لأنه حرق لهم وشهم، وده بسبب استخدامه بطريقة غلط. أما بقى لو استخدمتيه بطريقة صح فالسيرم هيقشر البشرة ويخليها ناعمة ومنورة من غير أي حبوب أو بقع. السيرم فيه مادتين قويتين جدا وهما AHA بتركيز 30% و BHA بتركيز 2%، واللي هما ألفا وبيتا هيدروكسي أسيد، ودول أنواع من الأحماض بيقشروا البشرة وبينضفوا المسام وبيوحدوا لون البشرة. السيرم مركز وقوي جدا على البشرة، وعشان كده بتستخدميه مرة واحدة بس في الأسبوع، وكمان الأحسن إن يكون بالليل، وبتسيبيه على بشرتك لمدة 10 دقايق بس مش أكتر، ولازم بعديه تحطي كريم مرطب، وكمان السان سكرين مهم جدا. بس لازم تاخدي بالك من حاجات مهمة قبل ما تقرري تستخدمي السيرم. أول حاجة، لو بشرتك حساسة أو عندك حبوب ملتهبة يبقى بلاش تستخدميه خالص. تاني حاجة، لو بتستخدمي في روتينك أي سيرم أو كريم تاني فيه مواد مقشرة زي فيتامين سي أو الريتينول فبلاش تستخدميهم مع بعض في نفس اليوم عشان ما تحرقيش بشرتك. تالت حاجة، السان سكرين ده مهم جدا تاني يوم من استخدام السيرم حتى لو مش نازلة من البيت، لأن البشرة بتبقى حساسة جدا للشمس. وأهم حاجة إنك لو حسيتي بحرقان جامد فالأحسن إنك تغسلي وشك على طول وما تستنيش. السيرم حجمه 30 مللي وده هيكفي معاكي كتير جدا لأنك هتستخدميه مرة واحدة بس في الأسبوع. ولو عايزة سيرم تفتيح وتقشير بس يكون آمن أكتر على البشرة وتستخدميه وانتي مش قلقانة، يبقى شوفي الفيديو ده عن سيرم لوريال بالجلايكوليك أسيد اللي بيقشر البشرة وبيرطبها في نفس الوقت. وأشوفك في فيديو جديد قريب.